الفول والطعمية الأكلة الأساسية عند كل المصريين، ولازما وضروري تبقى على الترابيزة الصبح. عملناها طريقة سهلة وبسيطة وأنضف وأحسن من بره يا جماعة 100 مرة. شايفين الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة الفول والطعمية عملناهم ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل الفول والطعميه. طبعا الشعب المصري اساسي على الفطار يا جماعه، طبق الفول وطبق الطعميه ده اساسي عند كل المصريين. تمام. طب احنا ليه يا جماعه نشتري من بره؟ احنا هنجيب الفول ونجيب الفول المفصص برضو نعمله طعمية وانضف واحسن من بره 100 مرة واوفر كمان. شوفي دلوقتي عشان تجيبي حبة الفول بيديكي حبة قد ايه، ولو جبتي الطعمية بيديكي قرص الطعمية اقل حاجة 3 جنيه 2 جنيه حاجة زي كده يا جماعة. انا على طول دايما بعمله في البيت، انضف واوفر 100 مرة واحسن كمان والله، وبيطلع معاكي زي الفل. تمام. عندي هنا الفول يا جماعة، بنجيب الفولة الحلوة الجميلة البيضة دهيت. تمام. الفول المفصص والفول بتاع التدميس ده انا بنقعهم من بالليل يا جماعة، بسيبه ليلة كاملة يتنقعوا. بصوا هنا فول الطعمية طريقة قد ايه، شايفين؟ بيتكسر معايا بكل سهولة عشان يبقى سهل معايا وانا بفرمه. طيب اول حاجة هنعملها، هنعمل ايه؟ فول التدميس يا جماعه. عندي فول التدميس اهو، اتنقع كويس جدا وغسلناه زي الفل. حطله ميه بتغلي على النار. تمام. هنا الميه يا جماعه بصوا قطعت نفسها من الغليان، نزلت عليها بليمونه عشان الفول بتاعنا ايه ما يسودش. تمام كده زي الفل. نبتدي بقى ننزل بالفول بتاعنا بسم الله. طبعا الفول مغسول يا جماعه زي الفل زي الفل. عندي هنا ايه؟ عندي هنا جزريتين كده حلوين مبشورين، وعليهم ايه كمان؟ عليهم حبه كده من الفول المفصص، قيمه نص كوبايه من الفول المفصص. وايه كمان هننزل بيه؟ وهننزل بنص كوبايه من العدس. بصوا هتاكلوا احلى فول يا جماعه، فول عجميه، فول زبده، حاجه كده خطيره. وادي نص كوبايه العدس كمان زي الفل كده. وهنغطي عليها يا جماعه ونسيبها بقى. طبعا هنغطي ونهدي العين خالص شمعة كده لحد ما يستوي معانا. انا هفضل معليه البوتاجاز لحد ما الحله تغلي معايا، وبعدين اوطيها شمعة بقى واسيب الفول بقى مع نفسه كده بالراحه لحد ما يستوي. تمام كده زي الفل. شايفين الجمال؟ هنا بقى هنبتدي نعمل ايه؟ هنعمل الطعمية بتاعتنا بسم الله. عندنا الفول زي ما احنا قلنا يا جماعة ليلة كاملة منقوع. تمام. غسلته زي الفل. طيب ايه كمان بقى عندنا ده اساسي يا جماعة، الكرات. الكرات ده بيخلي بصراحة الطعمية ما بتبقاش طعمية، بتبقى كباب بصراحة. بيفرق كتير قوي. فلازما الكرات ده يا جماعة بصراحة خطير في الطعمية، احسن من الشبت والكزبرة بصراحة يعني. المهم بحط كزبرة وبحط عودين من الكزبرة وعودين من الشبت برضو. وعندي بصلاية هنا وسط تمام مخرطة بالشكل ده. وعندي راس توم ايه صغيرة. يبقى حطينا ايه بقى على الفول المفصص؟ حطينا بصلايه وسط كده، وراس توم صغيره وكرات وعودين من الكزبره وعودين من الشبت. تمام. ونروح مقلبين كل ده مع الفول يا جماعه اهو. هنقلب كل ده بقى بالفول كده. تمام. هنجيب الكبه بتاعتنا بقى اهو بالشكل ده، ونبتدي ايه ننزل بقى بالمكونات دي كلها. هنضرب بقى المكونات دي كلها وارجع لكم عشان الصوت. بصوا بقى يا حبايبي الفول بتاعنا والله زبدة، والكاميرا ظلماه لانه لونه محمر وجميل. شايفين اهو مستوي خالص اهو زي الفل وما اسمرش معايا. بصوا بل بالعكس والله الكاميرا يا جماعة ظلماه وهو محمر خالص وشكله جميل جدا. نيجي بقى للطعمية.
هنا بقى دي عجينة الطعمية، بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا والخضار بتاعها حلو قوي قوي. انا ببتدي بقى اعبيها في اكياس هي والفول، على قد ما انا عايزة بقى للفطار الصبح مثلا. بعبي كيس حلو كده اهو، زي ده كده مثلا بعبيه، وبرده الفول برده بعمله اكياس زي كده، واحطه في الفريزر وقت ما انا عايزة بطلعه. تمام بالشكل ده. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.